المهندس طارق مزرعاني عم بيتعرض للتهديد من الدرونات، عم تنطق عم تحكي الدرونات ببعض المناطق الجنوبية، وهو منسق تجمع أبناء القرى الحدودية. يعني هو المنسق تبع تجمع قام فيه أبناء المناطق الحدودية بجنوب لبنان كرمال يشوفوا كيف بيقدروا يساعدوا بعض، شو بيقدروا يأمنوا، كيف بيقدروا يواجهوا التعديات المستمرة من جانب الكيان، كيف بيقدروا يأمنوا بعض الاحتياجات لبعض الناس، كيف بيرفعوا الصوت للدولة كرمال تسمع تشوف شو عم بصير معهم. اليوم المهندس طارق صار تحت الخطر بتهديد مباشر علني من جانب الكيان عبر الدرونات. هيدا البيان أصدروا أبناء التجمع، تجمع المناطق الحدودية. مين بيحمي المهندس طارق؟ نحن نطالب الدولة بضرورة حماية هذا المهندس وضرورة حماية عائلته كمان، لأنهم تحت الخطر. لما بتطلع الدرون وبتمرق بأكثر من منطقة جنوبية يعني يريدون استهداف هذا المهندس، يعني صار تحت الخطر، تحت خطر الاستهداف. فهيدا طلب نتمنى على الدولة انها تستجيب معه، نتمنى على الجهات الحقوقية العالمية انها تستجيب معنا. في مهندس لبناني مدني، في مواطن لبناني مهدد اليوم بالقتل من الدرونات، يعني المجرم مستخدم الدرون عم بيهدده بالقتل، وضروري ان نتخذ كل الاجراءات لحمايته. واهل الجنوب ما بيخافوا من هودي الدرونات، بيصيروا اكتر هيك متماسكين بالقضية، ما في خوف عليهم، قاعدين عم بيأرجلوا على السطوحة وعلى البرندات ومش فرقانة معهم. ادرسوا الشخصية الجنوبية اللي وقفت بوجه كل المنتدبين والمستعمرين، وبعدين اطلعوا بهيدا الحيل البالية التافهة. عبد الله بعلبكي من كل لبنان الذي اعتز به وبجنوبه تحديدا. إلى اللقاء.